تأتي زيارة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله في ظل ظروف إقليمية معقدة وتحولات في النظام الدولي. تتطلب من دولة الكويت العمل على ترسيخ التحالفات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، وعلى رأس هذه الدول طبعا المملكة العربية السعودية، كونها الحليف الأوثق للكويت والجار الأقرب وأيضا الصديق الوفي للكويت في الأزمات الإقليمية والأزمات الدولية. كلنا نستذكر دور المملكة العربية السعودية أبان الاحتلال العراقي على دولة الكويت، عندما قامت المملكة العربية السعودية بدورها العربي والخليجي تجاه شقيقتها الكويت. تنظر الكويت للمملكة العربية السعودية كدولة عمق استراتيجي بالنسبة لها، كما تنظر المملكة العربية السعودية أيضا للكويت كدولة بارعة في السياسة الخارجية، استطاعت أن تقوم بحل كثير من الأزمات الإقليمية، هي الموازن الخليجي داخل دول مجلس التعاون الخليجي والحريص على مصالح هذه المنطقة الخليجية واستباب الأمن فيها. نأمل من وراء هذه الزيارة تطوير الآليات المشتركة فيما بين دولة الكويت وما بين المملكة العربية السعودية في كثير من المجالات. إن شاء الله بإذن الله تأتي هذه الزيارة بثمارها، وهذا يمثل العلاقات التاريخية ما بين الكويت والسعودية. سمو الأمير لديه مجموعة من الصلاحيات الكبيرة داخل الدستور، عطفا على أن الدستور منح لسمو الأمير مساحة كبيرة في السياسة الخارجية. لا شك أن شخصية سموه ستلعب دورا كبيرا على شكل السياسة الخارجية الكويتية. الكل فينا يعرف بأن الشيخ مشعل الأحمد هو رجل الأمن الأول، ما بيقول بالكويت، هو بالمنطقة. أقدر أقول أيضا أن سموه ما هو فقط الأمني بالمعنى التقليدي، هو الأمني بالمعنى الشامل. خبرات كبيرة لا شك أنها ستنعكس بالإيجاب على دولة الكويت في الفترة القادمة، والكويت ولله الحمد والمنة الله عز وجل دائما في كل مرحلة من مراحل مسيرتها الحافلة بالعطاء يرزقها الله بحاكم يتناسب مع الظروف. أيضا سيساهم في دحر دابر الإرهاب بإذن الله والتطرف في دولة الكويت، وسيساهم أيضا في تشكيل علاقات متوازنة مع دول الجوار في المجالات الأمنية بشكل خاص والمجالات السياسية والثقافية والفنية بشكل عام.